طيب من فضلك ايه احسن نوع للزراعه؟ طيب بصوا يا جماعه، في لغط شويه في موضوع انواع الزراعه ده، ودايما الماركتينج او الدعايه للزراعه تقول لك دي زرع الماني، دي زرع كوري، دي زرع مصري. آه، هي ما بتتقاسش كده. طبعا انت لازم تجيب الزراعات بتاعتك من براند محترم وتكون الكواليتي بتاعتها عاليه. بس انواع الزراعه اللي عندك ما بتتقاسش بمنشأها منين، ولا يعني هي تصنيعها ايه. هي كلها المفروض تبقى نوع كويس جدا ومحترم، بس بتفرق في الديزاين بتاعها. عشان كل زرعه بيبقى ليها ديزاين، بيبقى ليها معالجه سطح بطريقه معينه. الحاجات دي بتفرق على حسب المريض وحالته، وعلى حسب العظم بتاعه عامل ازاي. في ناس عندها العظم بتاعها هارد جدا وناشف جدا، فبتحتاج زرعات بديزاين معين وبشكل معين. في ناس تانية لا، العظم بتاعها سوفت وطري، فبتحتاج زرعات بشكل تاني خالص، وديزاين تاني خالص، ومعالجة تانية خالص. فالمفروض كل الزرعات تبقى كواليتي واحدة، بس اللي يفرق ما بين زرعة للتانية هي الديزاين، وهي المعالجة بتاعتها، وحاجات كتيرة تانية فيها كده. فاختلاف الزراعات بيبقى باختلاف الديزاينز بتاعتها، مش باختلاف منشأها والكواليتي بتاعتها. ده المفروض يعني. والمفروض ان كل الزراعات اللي بستخدمها، لان دي جراحة، فالمفروض تكون كلها الكواليتي بتاعتها عالية، مش هحط حاجة الكواليتي بتاعتها قليلة. انا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز ماس طب الاسنان. لو عندك اسئلة تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.